تفضل أستاذ حسين الباز. طيب نكمل غدا، بس أنا أبغى أشكرك أخ وعد الله يحفظك وأبو كريم والإخوان على حسن أخلاقكم الكريمة. الله ويعني حديث الرسول بالنسبة للنساء: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. وإحنا كعرب أقسم بالله أخس الناس الذي يتطاول على امرأة ما في ذرة رجولة. طيب شكرا أخونا عبد الله، شكرا. اللي كان طالب قسط وصعدته وما حكوا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخ وعد، عد حضرتك في نهج البلاغة قول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه في الخطبة رقم 33 المجلد الأول الجزء الثاني: ومن خطبة له عليه السلام عند خروجه لقتال أهل البصرة. قال عبد الله بن عباس: دخلت على أمير المؤمنين بذي قار وهو يخصف نعله، فقال لي: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. فقال: والله لهي أحب إلي من إمرتكم. كيف يوصف التنصيب الإلهي عندكم في نهج البلاغة بالنعل؟ ممكن بس توضح لي حضرتك؟ لأنه خلافتهم مو الخلافة الإلهية، خلافتهم اللي هم ينظرون إليها اللي هي عين. أنت مو سألت؟ أنا أسكت. كمل، تفضل كمل. لا تفضل تفضل تفضل. قال خلافتكم؟ لا. شو قال؟ قال إمرتكم والإمارة عندك أنت تنصيب. خلاص إمرتكم، أي خلاص إمرتكم. كم هذا الضمير عائد لمن؟ عائد لسيدنا علي. والله اقول لك لما اقول حضرتكم، اسمع، لما اقول حضرتكم هذا الضمير كاف والميم عائده لمن؟ عائد للاشخاص بلسان. تسكت لا تقول الامام علي. انت تتكلمون كلام، انتم تتكلمون كلام حتى ما تعرف معنى الكلام. يعني هاي المشكله. اذا هي امرتهم، صح؟ نعم. اذا هنا هنالك استاذ حسين، هنالك فرق بين الإمامة الإلهية وهنالك الإمارة اللي هي إمارة يزيد، اللي هي إمارة أبو بكر. هنا علي يتكلم عن إمارته. لا، هو وصف، هو يقول للآخر أنه الإمارة اللي هم يعتبرون أنه كل خليفة على الكرسي هو إمام، وكل كرسي هو إمام، ولذلك وصفهم قال بس اقرا لو سمحت. انت مو سالتني، غير انا اتكلم. انا راح اسكت وانت تتكلم. ما تقرا النص، اقرا النص. حجي وعد تفضل. انت في عالم ثاني، الناس ما يقول هذا القول. ايه لا، شلون انت تقول الان الميم اذا في عالم ثاني؟ شلون تقول الضمير عائد على علي وبعد شويه تبدل تقول الميم عائد علي؟ يا شيخ يا استاذ حجي وعد، ركز على القول وجاوبني علي. انت ركز. اي شنو القول؟ اقرا تفضل. يقول: دخلت على أمير المؤمنين بذي قار وهو يخصف نعله، فقال لي، أي لابن عباس: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. فقال: والله، المتكلم علي، لهي أحب إلي من إمرتكم، والإمارة عندك ولاية، خلافة ولاية. كيف توصف الولايه على الناس بالنعل؟ هذا تنصيب هذا اولا هناك فرق بين التشبيه والمشبه به، وهذا كما قلت لك انه قيمه هذه النعل بمعنى انه الكرسي الذي انتم تهرولون له واللي يسموه امارتكم لا قيمه له عندي، وهو ارخص من هذا النعل. وصدق امير المؤمنين عليه السلام. يعني والله لهي أحب إلي من إمارتكم. من المتكلم؟ لا، المتكلم علي بن أبي طالب، لكن سماها إمارتكم، يعني الإمارة اللي يا أستاذ إمارتكم وليس إمارتكم. هي الإمارة التي هم يؤمنون بها. فرق بين إمارتكم وإمارتكم. إيه شنو الفرق؟ يلا شنو الفرق؟ الآن حضرتك هو لو قال إمارة سيكون القول مطلق عام. لا شنو الفرق بين إمرة وإمارة؟ لحظة، الآن هذا تأمر وهذا أمير. شنو الفرق بين الإمرة والإمارة؟ أنت مو تقول لك هناك فرق، أنت تتناقشني باللغة العربية؟ خلى فهمك، ما عندي إشكال.
ركز وياي الآن. تفضل. يقول سيدنا علي: والله لهي أحب إلي من إمرتكم. ماذا يقصد هنا بإمرتكم؟ أخونا، إحنا بالنسبة لنا الشيعة تدري أنه عندنا الإمامة الإلهية الكبرى. الآن أنا راح أسكت من تقول لي تكلم. لا تفضل تفضل. اتركوا هاي الأساليب، أنه لو الإنسان يكون يعني يتكلم وينفع الناس، لا خلاص. أما هاي الأساليب اللي موجودة ترى هاي أساليب ما تطول الشارب. فتريد الآن أنا راح أسكت إلا تقول لي تفضل. تفضل أنا راح أسكت. إيه، فالإمام علي عليه السلام يقول لهم إنه هاي الإمرة اللي أنتم تريدوها، واللي هي بالذات الناس أمروا معاوية وأمروا يزيد وأمروا كولاية، أمروا الحجاج وأمروا أولاد عبد الملك، هي إمارة اتخذوها ويسمون هذا الذي اتخذوه أمير المؤمنين. فهو يصف هذا الأمر أنه هذه أهون عندي من هذا النعل، لتوهين هذا القدر في عين الإمامة العظمى التي يعتقد بها أمير المؤمنين عليه السلام. وأنا وافق على هذا الكلام. أحسنت، بارك الله بك. ولكن أنا عندي هنا القول ليس يتكلم عن إمارة غيري. قول سيدنا علي يقول: والله لهي أحب إلي، يشير إلى نفسه، من إمرتكم. إيه، هذا الكاف والميم، الكاف والميم عادة على من؟ كاف المخاطب هنا، كاف المخاطبة. أحسنت، يعني ده يخاطبهم إمرتكم، يعني أنتم ولا هي عائدة للإمرة الإلهية، هي مصداق من عائدة إلى سيدنا علي. أنا شوف لك أقول له شوف لك فد مسألة أخرى هاي ما تنفعك أستاذ حسين، صدق. لا بس والله ما تنفعك. ليش تحاول انه تقفز من عدد؟ لا انا ما اخاف، زين جاوبتك مباشره. اسمع بس حضرتك هنا يقول: والله لهي احب الي من امرتكم. طيب انت عندك الاماره والخلافه تنصيب الهي، كيف يوصف هذا بالنعل؟ لا، الاماره هي الاماره الالهيه اللي عندنا احنا توصف بالنعل. انه لا، هاي اللي وصفت بالنعل انه هذه امارتكم، امرتكم قال. فالإمرة الكرسي اللي هم يبحثون عليه، إنه الذي لا يطبق فيه شرع الله لا يساوي نعل، وأنا أقول لا يساوي نعل. لكن الإمرة اشرحها للناس. شرحت لك والله لهي أحب إلي. علي رضي الله عنه يقول إلي، يخاطب نفسه بلسان الحال متكلم، يقول والله لهي أحب إلي. كمل كلام الإمام، كمل أكمل بعد أكمل كلام الإمام، أكمل. إلا ليش بترته؟ إلا لا تتدخل، خليني مع الحج. لا ما يصير. إلا ليش يتكلم وياك المشرف العام؟ أنا ويا الحج. لا تصيح الذي كمل الخطبة، لا تبتر. كمل. من يكون مسؤول على اساس مسؤول العراق؟ انا دا اتكلم وياك. اي انا سويت حسين الباز، انا اعطيت. لا شوف انت ليش تتجاوز؟ ليش تتجاوز؟ لا يا استاذ حسين والله عيب، والله العظيم انت رجل يعني اما انت صدق غير، والله انت صدق غير مؤدب. عيب، مو دا اقول لك استاذ حسين شويه احترم. تفضل حج تفضل. طيب جايب له منك شبهه يعتقد اصلا، وانا مغمض ارد عليك. احترم الان المشرف العام يكلمك، لا تتدخل. شنو تتحكم فينا انت؟ شنو جاي تسال؟ بالضبط، الا اقيم حقا او ادفع باطلا. ثم خرج. هذا بتاع ما يراد له، مسوي له على اساس عده سؤال وعده والله انتم ما. انا ليش الان اتضايق من الجماعه الشيعه؟ هذول ما عندهم شيء والله العظيم، كل دينهم باكمله، ما عندهم شيء، لكن هو من يخليك تشتغل. المهم اخيرا نسمع تفضل مولانا صقر، تفضل. اسف اخرناك. يعني الاماره ما تسوى شيء اذا واحد ما يقيم الحق، مثل ما قال الحاج وعد بالضبط الكلمه هاي، هو قال الامام الا حقه. عيب يا اخواني. انت ابو كريم، انت يا اخ حسين غيرك لك والله العظيم هذا اللي دسوه بالبثوث ما ينم عن عيب. يعني لو انه انسانا من غير المسلمين ينظر
وينظر إلى هذا التناحر، وهذا يسوي له بوم وهذا يسوي له ما أعرف إيش، زعاطيط أطفال. عيب يا أخي. ده نقول لك أستاذ حسين وده نقدمك بكل أدب واحترام. سألتنا قلت لك هذا الضمير عائد لمن؟ قلت عائد لعلي بن أبي طالب. قلت لك شلون لما أقول حضرتكم؟ تراجعت لما علمتك، تراجعت قلت لا عائد لهم، خلاص انتهى المطلب. ليش العناد؟ ليش؟ تفضل استاذ صقر. الله يبارك فيكم ويعزكم، الله يكون في عونك يا رب. انا كنت عاوز بس نقطتين. القرآن بيقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى للمتقين اللي بيشير لألف لام ميم إشارة لآل محمد، هم الكتاب الناطق اللي هدى للمتقين، جعلناهم أئمة يهدون إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الكتاب الناطق اللي هيكون موجود يوم القيامة، ولدينا كتاب ينطق بالحق وترى كل أمة جاسية، كل أمة تدعى إلى كتابها الشاهد عليها إمامها، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأئمة يا حاج هم اللي هيكونوا موجودين على الحوض مع النبي. القرآن بيقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله هيكونوا موجودين مع النبي على الحوض. ربنا بيقول في القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. اللي هيتولى غير أولياء الله هيحشر معهم، ومش هيحشر مع أولياء الله، مش هيحشر مع الإمام إلا اللي اتبع الإمام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني من يركب حافلة يصل مع قائدها إلى نفس النهاية. فاعلم من تتبع بمن تأتم لتعلم أين أنت غدا ولا تقول رب ارجعون. إذا الأئمة بنص القرآن هيكونوا مع النبي على الحوض زي الحديث اللي هم بيذكروه لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الكتاب والعتر، الرسول وأهل البيت هيكونوا على الحوض مع النبي. لذلك حتى حديث الحوض اللي في البخاري بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة من الناس حتى إذا اختلفوا دون يخرج رجل بيني وبينهم. كل مرة يخرج رجل غير الرجل الآخر. الرجل ده هو الشاهد عليهم اللي هينفع ويضر. إما يتركهم يشربون من حوض النبي هو اللي هيسقيهم من الحوض، وإما يأخذ بهم ذات الشمال. هذا هو قسيم الجنة والنار الساقي على الحوض يوم يكشف عن ساق الإمام. كذلك القرآن بيتكلم عن الشهداء على الناس وليتخذ منكم شهداء جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. طب اللي هيشهدوا على الناس دول هيشهدوا إمتى؟ هيكونوا موجودين على الحوض مع النبي اللي ربنا بيقول عليهم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، إلا من اتخذ عند الرحمن عهد. الشفعاء اللي هيكونوا يشفعوا دول هيشفعوا إمتى؟ هيكونوا موجودين مع النبي على الحوض. أصحاب الأعراف يعرفون كلا بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة. اللي مع النبي على الحوض فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللي إما يتركوك تشرب من حوض النبي هم اللي هيسقوا على الحوض يوم يكشف عن ساق. الساق على حوض النبي الإمام يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ليه؟ لأنهم لم يسجدوا بمعنى يسلموا ويخضعوا لإمام زمانهم. لأن القرآن بيقول ادخلوا الباب سجدا وأتوا البيوت من أبوابها، والنبي الأعظم بيبين قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. من لم يسجد بمعنى يخضع يطيع يتبع إمام زمانه لن يحشر معه. لذلك القرآن بيتكلم عن الساقي على حوض النبي وسقاهم ربهم مش الله، وسقاهم ربهم، لأن في ناس عن ربهم يومئذ لمحجوبون. رب بمعنى سيد ولي أمر إمام. ارجع إلى ربك فاسألهم ماذا للنسوة. في ناس مقتنعة إن أئمة أهل البيت هيكونوا موجودين على الحوض ومقتنعين تماما إنهم ملاقوا ربهم. إمامهم اللي كانوا بيتبعوه في الدنيا هو اللي هيسقيهم من حوض النبي. أختم كلامي
كلمة صغيرة عن الشرك، لأن حين سكت أهل الحق على أهل الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق. الشرك في القرآن اتباع أشخاص، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا في القرآن يختار الأئمة والأولياء، جعلناهم أئمة جاعلك للناس إمام، أولياء الله لا خوف عليهم وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يختار صفوة خلقه يجعلهم باب سبيل مدخل وليجا إليه، من غير بابين سلك غير سبيلهم وحبط عمله. إذا الشرك في القرآن يشترك فيه اثنين في العذاب مشتركون، الاثنين في النار، مش طرف واحد. شرك شركاءكم شركاؤنا شركاؤكم. إذا الشرك يشترك فيه الاثنين والاثنين في النار. كمل يعني ده غير الله ليس شرك، إلا لو قالوا لنا أئمة أهل البيت في النار، دي تبقى قصة تانية خالص. الشرك يشترك فيه اثنين، ناس رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي فحبطت أعمالهم وهم لا يشعرون، في البخاري نزلت في الشيخان، وناس اتبعوهم سيدوهم صنموهم جادلوا عنهم تسموا بأسمائهم فضلوا وهم لا يشعرون. الاثنين في العذاب مشتركون. يوم القيامة يكفرون بشرككم وكانوا بشركائهم كافرين، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هيقولوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا. هيقولوا ربنا أرنا الذين أضلانا. إذا رأى الذين أشركوا شركائهم قالوا هؤلاء شركاؤنا. إذا الشرك فيه اثنين مشتركون والاثنين في النار. يعني نداء الله غير الله والتبرك مش شرك. طب الشرك في مين؟ ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأكثرية مشكلتهم إيه؟ مشكلتهم أهل البيت. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. مشكلة المشركين أهل البيت المجتبين المنتجبين المصطفين المطهرين، الشهداء على الناس، الأمة الوسط خير أمة اللي هيشفعوا يوم القيامة، وهم اللي هيكونوا موجودين على الحوض، هم اللي هينفعوا ويضروا يوم القيامة بنص القرآن. الناس دي مشكلتها ان مفيش حد بيرد عليها. اختم كلام بان المشركين في القرآن هم المتحكمين في المساجد. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله، يعمروها يعني يقوموا عليها ويتحكموا في خطابها. فان كان القرآن حذر من عمارتهم للمساجد العادية، فما بالك بقى لو كانت اكبر المساجد واعظم المساجد. لذلك النبي الاعظم قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. دي النتيجة لإنفاق مليارات من أموال النفط على الإسلام الأموي. لذلك تلاقي اللي جاي من الشيشان والإيجور، لأنه لم يصلوا إلا إسلام أموي، إسلام ألول، هيفضلوا عايشين في الوهم وفاكرين إن هم أهل الحق، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، الفرقة الناجية، لغاية ما يدخلوا النار يدوروا علينا. هيقول لك ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، لأن هم المتمسكين والمتحكمين في الخطاب الإعلامي. هيكتشفوا أن هم المشركين. في البداية يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، لأن هم كانوا حاطين توصيف للشرك ملوش علاقة بالقرآن. في الآخر يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. إسلام قالوا له هذا ما وجدنا عليه آباءنا. لذلك في آية أختم بها كلامي ما فهمتهاش إلا ما تشيعت: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. بقول للأب والأم اللي بيضحوا بنفسهم عشان ولادهم عاوزينهم يشركوا، لا، ده الأب والأم مشركين بحكم الأكثرية والموروث، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. فبيقول له إن جاهداك على أن تترك ما علمت، ما فهمت، ما توصلت إليه، وتتبع ما ورثوه وظنوه دينا وتوحيدا فلا تطعهما. الدين لا يورث. الشرك يشترك فيه اثنين في العذاب مشتركون، الأكثرية اللي خرجت منهم كل الجماعات المتطرفة. لذلك بيقول المشركون نجس، بيقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لذلك في آية التطهير ليذهب عنكم الرجس. الرجس لا يحبون أهل البيت، لا ينتسبون لأهل البيت، لا يصلون في مساجد أهل البيت، لا يزورون مراقد أهل البيت، لا يسمون أولادهم بأسماء أهل البيت. بينهم وبين أهل البيت حاجز كبير. لذلك يوم القيامة
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لما هيفاجئوا ان ائمه اهل البيت على الحوض. دي اللي ربنا بيتكلم عنه، يوم تبيض وجوه خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي فيه يصعقون. لما يلاقوا إن خصمهم اللي هم كانوا بيعادوه بيتبعوا اللي حبوه، أئمة أهل البيت اللي موجودين على الحوض، هم اللي يدخلوا الناس الجنة وهم اللي يدخلهم النار. يا إما يسقوهم من حوض النبي الساقي على الحوض، يا إما يكشف عن ساق سقاهم ربهم شرابا طهورا انهم ظنوا انهم ملاقوا ربهم. فالمشكله ان هم بيتكلموا واحنا مش مسموح لنا نتكلم. شكرا حاج وعد، شكرا، بارك الله، الله يبارك فيك ويرحم والديك على المداخله.